اوعي تفكري تشتريها من بره. طريقه الكنافه بالمانجا دي تنافس محلات كبيره ليها اسمها، حقيقي حلوه قوي مع الاسعار الخزعبليه اللي احنا بنسمعها دي. انت هتوفري كتير قوي، ده باستثناء انك هتطلعي نتيجه واحلى من اللي هما بيعملوها كمان. اول حاجه كوبايه من السمنه هتسيح، وبعد كده ننزل عليها بالكنافه. الكنافه دي انا ضربها في الكبه، هنفضل نقلب فيها باستمرار لغايه ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده. وبعد كده ننزل عليها بمعلقتين كبار من الشربات، ولازم يبقى الشربات ساقع. لو ما عندناش شربات هنستبدله ب3 معالق كبار من السكر البودره. بالنسبه للكريم شانتيه، كوبايه من الكريم شانتيه عليهم كوبايه من اللبن، وحاجه اختياري كده قشطه بلدي بتودي الطعم في حته تانية خالص. هنضربهم وبعد كده ننزل ب3 معالق من المانجا. بعد كده نحط بقى الكنافه، نبتدي نظبطها كده ونسويها، وبعد كده ننزل عليها بالكريم شانتيه ونحاول بقى نجيبه عند الحروف كده بالراحه. وبعد كده ننزل بطبق تاني من الكنافه، وهكذا من الكريمه، ونزود الكريمه عشان بتديها طعم احلى. بس بقى التوبينج اللي انتوا عايزينه. انا هنا عملتها بالمانجا لان انا ضاربه في الكريم شانتيه مانجا. انتوا ممكن تستغنوا عن انكم تحطوا في الكريم شانتيه مانجا وبعد كده تحطوا فراوله وتعملوها بالنوتيلا، برضو بتبقى حلوه قوي. جربوها، انا متاكده انها هتعجبكم جدا، وبالف هنا.